Well, despite على الرغم أن الموقف الآن في الجزائر وهدف أيضا في الدور الثاني وفي النهائي كان هدفين وخارج أرضهما، ودعنا مع إشراف توتال إنرجي ونحن الآن في مرحلة أيضا من سيكون الأفضل للمرحلة القادمة وإجراء القرعة ل 16 ناديا في بطولة أبطال إفريقيا، ونقدم هذه الأفريقيا. هناك الزمالك من مصر وبركاني من المغرب والفريق USMA الجزائر، ريفرز يونايتد نيجيريا ودايابلس نوار من الكونغو برازافيل وساغرادا أنغولا وفيوتشر من مصر وأفريقيا تونجيا والفريق ليبي أبو سالم ليبي، هلال داني وسوبر ستون يونايتد وأيضا ومن غانا ثم مالي وأخيرا أنغولا. Well, no draw is complete without great footballers making their كرة القدم وروعتها، ومع إجراء القرعة وفي هذه المرحلة نقوم اليوم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإجراء هذه القرعة، والتي نعود إلى عام 2016 وليه القدرة الرهيبة كانت على إحراز الأهداف حول القارة الإفريقية. دعونا نرحب بصخرة الدعم غانا. سعيد بلقائك اليوم، كيف حالك لإجراء هذه القرعة؟ نتطلع أيضا لإجراء هذه القرعة. أعلم أنك شاركت أيضا في دوري أبطال إفريقيا، هذا اختبار الأفضل إلى الأعظم، وأنا على يقين بأن اللاعبون يشتاقون لاستكمال هذه البطولة ويشارك معنا أيضا لإجراء كرة القدم أسطورة أيضا زامبيا، وهو الذي شارك ونعود إلى تاريخه في كرة القدم، وهداف أيضا كان في عام 2016 بإحرازه 7 أهداف كالابا، وبرجاء الظهور الآن وفي على جوهانسبرغ وفي جنوب إفريقيا، وهو حدث هام وحيث فزت من قبل واتحاد كرة القدم 2015. أتتذكر كل هذه الأوقات. نعم، لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، وأن نفوز وفي جنوب إفريقيا ونحصل على اللقب كان الأمر شديد الصعوبة، وكانت قدرة اللاعبين ومهاراتهم على تحقيق النصر. نعود الآن في هذه المناسبة الجميلة. دعنا نتحدث الآن عن هذه المرحلة. أنت شاهدت ما حدث، ما هي المفاجآت التي حدثت في نتائج هذه المجموعة؟ أعتقد في دور المجموعات أو دوري المجموعات كان فريق يونايتد فريق جديد، ولم نتوقع هذا الأداء الرائع، ولكن في مع الموسم الأول والموسم الثاني ودور المجموعات حققوا نتائج رائعة. نعم، نعلم هذا التاريخ، وبالتالي كانت هذه مفاجأة، لأنه في أثناء البطولة كما قال زميلي هذا لم نتوقع أيضا أن يصل إلى هذا الدور 16. بدون شك، وأنت كفائز قبل ذلك، وعندما نتحدث عن إجراء هذه القرعة ماذا دائما تأمل من إجراء هذه القرعة، وأن تكون هناك مجموعات قوية تظهر وتعكس كرة القدم الإفريقية المتقدمة عادة. وأعود لأتذكر وأتوقع من إجراء هذه القرعة أن تتم تصنيف الفرق، وأن تشاهد الجماهير أداء جيدا لكرة القدم الإفريقية.
وأيضا هناك بطولة الكونفدرالية، وهي بطولتين جيدتين لإفريقيا، وبالتالي دعنا نستعد لنرى شكل المجموعات القادمة. السؤال الذي يأتي إلى ذهني الآن، تتفق معه فيما قال؟ نعم، ولعبت أمامه ربما في الماضي، وقال سنثأر منكم في الكونغو، ولم يتخطى نصف الملعب آنذاك وأوقفنا على تماما. نعم، وبطولة الكاف الآن ومعنا خالد نصر، وسيقوم بإجراء المؤتمر الصحفي وستغطية أيضا هذا الإجراء. ومع توتال إنرجي هو في يدك الآن الكلمة ولإجراء هذه الإجراءات. شكرا على وجودك معنا اليوم. شكرا توماس، سعيد بوجودي هنا، وأنا أستمتع بما تفعلونه وفخور بوجودي معكم في هذه اللحظة. دعنا الآن إلى إجراء القرعة مع توتال إنرجي 2023-2024. قبل إجراء القرعة دعني أشرح إلى الجميع أن هناك إجراءين فيما يتعلق بكأس الكونفدرالية. لدينا 3 مستويات طبقا للترتيب الفرق في آخر 5 سنوات. المستوى الأول لدينا فريق نادي الزمالك المصري، بركان من المغرب، وأيضا ريفر يونايتد نيجيريا والعاصمة. المستوى الثاني نوار الكونغولي، وأنغولا ساجرادا، وفيوتشر من مصر ومن تونس أيضا. هناك 8 فرق المتبقية، وهي عندنا دريمز من غانا، وغينيا، أبو سليم من ليبيا، استاد ماليان من مالي، استادي مالين، وساوث أفريكا سوبر سبورت يونايتد. دعنا نبدأ بالمستوى الثالث. سنأخذ كرة من الكأس الثالث. الكرة ستكون في المستوى الرابع، ثم المجموعة الرابعة، ثم الكرات المتبقية إلى C3، ثم نتحرك إلى المستوى الثاني. تذهب الكرة إلى A2 B2 وC2 وG2، وفي النهاية المستوى الأول سيكون B1 T1. هل مستعدون كلابا لكي نبدأ الآن لتأخذ الكرة الأولى؟ وكما قلت ستذهب إلى المستوى الرابع E4. دعنا نأخذ الكرة الأولى. الهلال from Libya. الهلال من ليبيا. هلال from Libya. This is the first appearance. هذا أول ظهور للهلال في دوري المجموعات في كأس الكونفدرالية في المجموعة ألف 4 أو A4. The second team will الفريق الثاني في المجموعة E4 أبو سليم من ليبيا. الآن لدينا فريقين من ليبيا. أبو سليم للظهور الأول في جروب دوري المجموعات سيكون في المجموعة الثانية B في المركز الرابع. الفريق الثالث ولا المستوى الثالث ABC لوبيتو من أنغولا، وفي المرة الأولى في دوري المجموعات سيكون في مجموعة C في المركز الرابع. وفي الرابع في المجموعة D سيكونيا يونايتد from South Africa. سيكونيا يونايتد من جنوب إفريقيا، وفي المجموعة دي في المركز الرابع والترتيب الرابع. ثم المستوى الثالث دعنا نذهب إلى المركز الثالث في الأربعة مجموعات. سوبر سبورت يونايتد جنوب إفريقيا، وفي كان مجموعة ألف في 2017 سيكون الآن في المجموعة ألف في الترتيب الثالث.
الفريق التالي للمرحلة الثالثة سوار SOAR من غينيا المرة الأولى في دوري المجموعات، ويكون في المجموعة الثانية في الترتيب الثالث. ما زال أمامنا فريقين في كرتين. دريمز اف سي من غانا المرة الأولى أيضا في دوري المجموعات، وفي المجموعة الثالثة في المركز الثالث، والفريق المتبقي في هذا المستوى الثالث ستاد ماليان من مالي، والفائزين بكأس الكونفدرالية في عام 2009، وهو في المجموعة دي في المركز التصنيف الثالث. عليك البقاء معنا أيضا ونتبع نفس الخطوات التي اتبعناها، ثم نقوم بالتصنيف أيضا للمركز أو الترتيب الثاني في 4 مجموعات. فيوتشر من مصر، وهي المرة الثانية على التوالي لظهوره في دوري المجموعات في كأس الكونفدرالية، ويكون في المجموعة ألف مع أيضا الفريقين السوبر سبورت والهلال. الفريق الثالث في المجموعة الثانية ساغرادا إسبرانزا من أنغولا، وهذا الظهور الأول في دوري المجموعات. سيكون في المجموعة الثانية التصنيف الثاني، ومع أبو سليم أيضا من ليبيا الفريق التالي للمجموعة سي أو المجموعة الثالثة. كلاب أفريكان من تونس، وفي عام 2011 ونصف النهائي في عام 2017 في المجموعة الثالثة مع ADC من لوبيتو وأنغولا وغانا أيضا. دايابلا نوار من كونغو المرة الثانية في دوري المجموعات في كأس الكونفدرالية في المجموعة الثانية مع ستاد ماليان ويونايتد من جنوب أفريقيا. كيكانا الآن لاستكمال المجموعة، عليك أيضا الجزء الأهم والمستوى الأول، فيوتشر سوبر والهلال في المجموعة الأولى. من يلتحق بهذه المجموعة؟ USMA from Algeria. The defending champions. المدافع عن بطولة USMA في المجموعة الأولى، العاصمة ضد أيضا فيوتشر والهلال المجموعة الثانية. الزمالك المصري الفائز بالنسخة 2019 سيكون في المجموعة الثانية مع ساغرادا وSOAR وأبو سليم. الكرتين المتبقيتين ريفرز يونايتد من نيجيريا للمرة الثالثة في دوري المجموعات في المجموعة الثالثة سي مع أفريكانا ودريمز ولوبيتو. الفريق الأخير المتبقي للمجموعة الرابعة في الترتيب الأول بركان بطل لهذا الاتحاد الكرة للكونفدرالية لمرتين، والآن يشارك في قمة أو على رأس المجموعة الرابعة. إعادة المجموعة الأولى لدينا وفيوتشر وسوبر سبورت والهلال. في المجموعة الثانية الزمالك ساغرادا SOAR أبو سليم. المجموعة الثالثة ريفر يونايتد كلاب أفريكان دريمز لوبيتو. والمجموعة الرابعة بركان ديابلا نوار ستاد ماليان ويونايتد جنوب افريقيا. مهمة رائعة وإجراء القرعة.
عندما تنظر على المجموعة الأولى، أنا أنظر على هذه المجموعة وأقول مجموعة الأبطال، وهي مجموعة صعبة للدفاع. للأسف أو لحسن الحظ لا يمكن أيضا الدفاع عن اللقب وأن تكون بطلا. إذا أردت أن تستمر بطل أن تدافع عن اللقب. لذلك أعتقد أن هذه البطولة وبها أفضل فريق وفرق وسيكون الأبطال. وهل أظهرت القرعة أو الأندية المفضلة في هذه المجموعة؟ أعتقد إذا نظرت على الفرق في هذه المجموعة أنا أيضا فريق سوبر سبورت يونايتد أيضا لديه لاعبين يشاركون مع المنتخب الوطني، والفرق التي تلعب على مستوى القارة. أعتقد جلابة يمكن أن يتحدث أيضا عن تطور مستوى اللاعبين. عندما أنظر أيضا على فريق نادي الزمالك ابتسامة ربما كبيرة، وعندما يكون نادي الزمالك يأتي مع كلابا ماذا تأخذ كتوتال انرجي من هذه البطولة وكأس الكونفدرالية كما ترى الآن؟ أعتقد كما قال في المجموعة الأولى ربما الفريق الجاهز المستعد بقوة. لن تكون مباريات سهلة على الإطلاق، ليست هناك فرق صغيرة الآن، كلها فرق كبيرة. وإذا بذل كل فريق جهد أكبر أعتقد ستكون الفرصة متاحة أمامه للتفوق. ولكن ومن المفضل في هذه الحالة سوبر سبورت يونايتد. ربما أنت شاركت في عام 2017 أمام سبورت يونايتد في هذه البطولة وتحت بطولة كأس الكونفدرالية. هذه مجموعة صعبة أيضا، فرق شمال إفريقيا. أنا أعلم أن هذه المجموعة ستكون صعبة جدا وهم مستعدون ربما أفضل من العام الماضي. أعطيهم الفرصة للدفاع عن اللقب، وربما ستعطي أفكارك حول الفرق القارة الإفريقية. من هو الأفضل على قمة هذه المجموعات؟ من تتوقع أن يصل ويجتاز دور 16 ويتحرك إلى الأمام؟ ولكن خالد ربما لديك أيضا تعليق. نعم توماس، أذكر الجميع بدوري المجموعات في 26 نوفمبر ثم 3 ديسمبر ثم 10 ديسمبر و20 ديسمبر و25 فبراير، وفي النهاية آخر مباراة ستكون 3 مارس. أنظر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس تتساءل. هل كنت تعرف أي شيء عن توقعاتك لهذه البطولة؟ ولا على الإطلاق، ولكن كلها توقعات، وجئنا هنا بالاستطلاع. شكرا جزيلا وعلى هذه المشاركة وبإشراف توتال انرجي والقرعة التي ستحصل في عدة دقائق وبتوقيت 3 من جنوب إفريقيا. نعود مرة أخرى لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وأيضا كأس بعد إجراء قرعة الكونفدرالية وبإشراف توتال انرجي. أراكم سريعا، ومرة أخرى سنجد من سيلعب في دوري أبطال إفريقيا.